أخبار يوم الثلاثاء مهمة وقصيرة. نددت إمارة أفغانستان الإسلامية في رسالتها الإخبارية بمناسبة السادس من جدي ذكرى الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، ودعت الناس إلى الاستعداد الدائم لحماية حرية أرضهم، عدم السماح لأحد بتدمير بلدهم. حسب تصريحات بلدية كابول، عقد في المنطقة السادسة لقاء لتوعية الجمهور حول تنمية الثقافة الحضرية. تم نقل 473,744 طنا متريا عبر سكك حديد أفغانستان في الشهر الجاري. تم بناء 38 بيتا لضحايا الزلزال في منطقة برمل في مقاطعة بكتيكا. عقد اجتماع بين وكالة المواصفات والمعايير الوطنية واتحاد مصانع الحديد. انتقل 7 أطفال آخرين يعانون من أمراض القلب إلى المستشفى الحاج أمير زادة في كابول لإجراء العمليات الجراحية والعلاج من قبل الهلال الأحمر الأفغاني. اعتقلت شرطة المنطقة السادسة بمقاطعة كابول 4 لصوص اختطفوا سيارة من منطقة دي أفغانان بمدينة كابول. قال النائب الاقتصادي لرئيس الوزراء: اتخذت إمارة أفغانستان الإسلامية خطوات عملية لدعم القطاع الخاص والجهود جارية في هذا الصدد. التقى وزير المياه والكهرباء مولوي عبد اللطيف منصور بالمدير التنفيذي لمصرف عزيزي السيد فريد أحمد شيرزاد من أجل تعزيز التعاون المشترك. قضت المحكمة في مقاطعة لغمان بعقوبة تعزيرية على 6 مجرمين.